صباح الخير البنات، ان شاء الله تكونوا لاباس. جيتكم اليوم بوصفه جديده واللي هي تشارك مسكر. بما انه طلباتوا عليا متتبعه من متتبعاتي في اليوتيوب، ان شاء الله تعجبك وصفتي. جا تشارك هايل باسرار نجاحه كامل، وطري يتفتت مبسس يذوب في الفم. نجيو مع بعض هنا المقادير. هنا بديت البنات بالشربات تاعي. عندنا كاس سكر وكاس ماء في كاسرونه، تخلطوهم بيان وتحطوهم على نار هاديه وتحركوا حتى يذوب هذاك السكر مليح. وكي يبدا يغلي يا البنات تحسبوا له 10 دقائق وتطفيو عليه. هنا بدا يغلي، كي يبدا يغلي تحسبوا له 10 دقائق وتطفيو عليه كما قلت لكم. هنا غلا وفاتوا 10 دقائق، نطفي عليه ونخليه يبرد بعقله. هنا السيرو تاعي راه واجد او الشربات عفوا. عندنا جوج المقادير البنات. عندنا 3 كيلات فرينه، نستعمل سيم دائما. عندنا كيلو سمن، وهنا لاستيس هذه زدتها جديده، درت مغرف ونص سكر كلاص كبيره. وعندنا 4 ملاعق كبار لحظه، انا نشتي لحظه في التشارك. عندنا لافاني وقرصه ملح. وعندنا كيلة بين ماء الزهر والماء، ديما يكون ماء الزهر فايت الماء. انا نستعمل المرجان في السكر ولا في السمن وفي كلش، ولا فاغي سيم. هنا نغربلو النواشف تاعنا، دائما تغربلوهم باش يجي هشيش. ونزيدو اللوحو لافاني والملح، ونلوحو لحظة بودغ 4 ملاعق كبار، وملعقة ونص سكر كلاص، ونحركو النواشف. من بعد هنا نديرو حفرة في النص ونلوحو ليدام تاعنا اللي هي سمن دايبة وباردة، جامي تلوحوها سخونة. نبسو لاباط تاعنا غير بيديكم برك، حلوها مليح. بعد ما رملنا هذيك لافارين تاعنا مع السمن، نجيو نلموها بالماء الزهر. ماء الزهر يكون دافيه البنات شويه باش ما يخليولكمش هذوك الكعابر في لاباط ولا لي غريمون. هذوك ماء الزهر وماء عادي يكونوا دافيين، ونلمو بهم العجينه تاعنا. بعد ما عجناها لميناها برك عفوا، تخليوها في طابي سيلوفان ترتاح مدة نصف ساعة أو ساعة على الأقل. ونجيو نوجدو لافاخس تاعنا واللي هي كاوكاو مرحي. أنا تقدروا تستعملوا اللوز، أنا ما نحبش التشارك تاع اللوز، نحب تاع الكاوكاو. مرحي بودر، ونضيفوا له لافاني، ما درت رطل كاوكاو مرحي، ودرت هنا 100 غرام سكر عادي. ونحركوا المليح مع بعضهم ونلموه يا البنات بماء الزهر. عجنوه طول، ما تخافوش منه. هكا حتى نلمو لافاخس تاعنا. الكاوكاو يولي يتعجن هاكم كيما راكم تشوفوا. عجنت الكاوكاو تاعي مليح، يولي يتلاصق. هنا نشكلو حرابش، والعجينه تاعنا نشكلها كريات. ديما تكون الكريات تاع العجينه اكثر من الحربوش تاع الحشو. نفتحو على طاولة العمل، نفتحو لاباط تاعنا تكون طريه وتكون ارتاحت ساعه كما قلت لكم البنات. نحط الحربوش تاعي تاع الكاوكاو في الفليكوتي ونرولي، نغطيه. حاولوا تزيروهم مليح باش ما يخرج لكمش الحشو منه.
وتلموه منا ومن في كوتي باش ما يبسلكمش الحشو، وتشكلوا التشارك تاعكم هلالات وتخلوه يرتاح نصف ساعة، ومن بعد طيبوه من التحت وتزيدوه من فوق. انا هنا الحشو بقالي شويه البنات، جا قيس العجينه وقيس الحشو. كي تحمروه انا طاب التشارك تاعي كمل، راكم تشوفوا حمرته من التحت وشويه من الفوق، هذا ما كان. نجي نزيد شويه ماء الزهر في هذاك السيرو اللي كنت خدمته من قبل، زدت فيه شويه قطرات تاع ماء الزهر. كان اللي تحب دير القارص انا ما درتش. وتشمخوا هذاك التشارك تاعكم، تخلوه يشد روحو شويه مده دقيقه ولا دقيقتين ما يوصلش، وتنحيوه تحطوه في بابي سيرفيت تمسحوه شويه. بهذه الطريقه يا البنات. ومن بعد نجيو نرمضوه في سكر كلاص. البنات هنا الطريقه تاع سكر كلاص تحطوه في السكر كلاص وتغطيو عليه وتخليه مده 5 دقائق 7 دقائق الى 10 دقائق باش يشد لكم مليح التسكر. كيما هكا غطيوه مليح بالسكر كلاص. يدي لكم شويه الوقت في التسكر بصح معليش تجي الحبه مفينيه. هنا بعد ما ارتاحوا الحبات تاعي وتشدوا السكر تاعهم، نحيو الحبه ونفينيوها بصبعتي هنا غير بالعقل بيدينا. هنا ما كاش كل يعاونني في التصوير، ما كاش كيف نعطيكم الطريقه. كي تكملوا تحطوهم في لي بلا وتعاودوا ترشوا عليهم بصفايه ولا باش تجي الحبه مفينيه كيما هكا. كملنا البنات التشارك تاعنا. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، هي وصفه ناجحه جدا. انا الكميه هذه قطعت لي 42 حبه، 41 42 حبه. ما كانش لي سيت هذه الوصفه وما نجحتلاش البنات، سيوها ما تخافوش. هنا البنات درت معها كاس حليب نمو تاع التشارك بالحليب، وحاولت نقسم لكم الحبه باش تشوفوها شحال طريه، كلاصاج طري ماشي يابس، تذوب في الفم بحشوه طريه كيما راكم تشوفوا. وبن يا البنات ان شاء الله تيجيو الوصفه وتنجح لكم، ونقول لكم صحه عيدكم. استنوني في وصفات جديده، ديروا ابوني للقناه باش توصلكم كل وصفاتي الجديده.